عارفين أكبر فخ بنقع فيه كل يوم؟ مش إننا بنغلط، لأ، الفخ هو بكرة. بكرة أصلي، بكرة هبدأ دايت، بكرة هقرب من ربنا. الشيطان مش بيجي يقولك أكفر، هو أذكى من كده، هو بيستخدم سلاح الأماني. ربنا وصف الخطة دي في كلمتين في سورة النساء. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني بيبيع لك الوهم عشان يسرق منك الحاضر. هنا في فرق بين الوعد وفي فرق بين الأمنية. الشيطان بيشتغل على محورين: يعدهم بيوعدك بالفقر لو تصدقت، ويوعدك بالخسارة لو مشيت صح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يمنيهم يعني بيخليك تعيش في أحلام اليقظة، إنك هتبقى ولي من أولياء الله بس وإنت لسه ما غيرتش حاجة في يومك. الشيطان هدفه يخليك متخدر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من العجز والكسل. الشيطان عايزك عاجز بس فاكر نفسك ناجح في المستقبل اللي مش بيجي. كلمة غرور في اللغة مش معناها التكبر بس، معناها الخديعة. حاجة شكلها حلو من بره وفاضية من جوه. تسويف التوبة: يا عم لسه بدري، اتمتع بشبابك، احنا لسه صغيرين. وتزيين المعصية: دي مش رشوة، دي هدية، ده تيسير أمور، دي مش غيبة، دي فضفضة. ده بيفكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ده بالظبط اللي الشيطان بيعمله، بيخليك تتبع هواك وتتمنى على الله الجنة من غير عمل. ازاي بنقع في الفخ ده؟ الشيطان بيوهمك انك لو ما خدتش الحق ده دلوقتي بالطريقة الغلط هيضيع منك للأبد. لو مش هتصلي الخمس فروض في المسجد بخشوع تام يبقى ما تصليش خالص. ده من وعود الشيطان عشان يقطعك عن ربنا تماما. خلي بالك الشيطان يوم القيامة هيتبرأ من كل ده. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الكلام ده لازم يوجعنا دلوقتي عشان نفوق قبل ما يتقال فينا هناك. إنما علشان نكسر دايرة الوعود الكذابة دي محتاجين نعمل 3 حاجات. أول حاجة: مفيش حاجة اسمها هبدأ، في حاجة اسمها بدأت. تاني حاجة: هتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تلاقي فكرة بتبعدك عن ربنا أو بتمنيك بأماني فارغة استعيذ بالله. ربنا وعدك بالمغفرة والفضل. ربنا بيقول: والله يعدكم مغفرة منه وفضل. هتصدق مين؟ هتصدق الشيطان ولا هتصدق ربنا؟ في النهاية الشيطان مش هيدخل يشدك من ايدك للمعصية، هو بس بيوعدك ويمنيك. القرار في ايدك انت، ابدأ النهاردة ولو بحاجة بسيطة واكسر صنم بكرة اللي الشيطان بناه في خيالك. وفي النهاية ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك وتشترك في القناة. سلام.